السلام عليكم الاخوان، مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد. هذا الفيديو هذا اللي جاء مباشره بعد لقاء المنتخب الوطني المغربي امام اوغندا. صراحه فمنتخب فريق الكراكي او منتخب وليد الكراكي اليوم فاعطى واحد الصوره قويه. فما يمكنش اننا دائما ندويو على آه، السلبيات ونساو بانه كاين هناك عمل. فمنتخب الوطني المغربي كاين واحد الصلابه في وسط الميدان، وكاين واحد الضغط كبير كيمارسوا جميع خطوط المنتخب الوطني المغربي على حامل الكره. فهذا هو الشيء اللي انا عجبني صراحه. فكانوا انتقادات بزاف حول المنتخبات اللي كيواجهها ولد الكراكي، ولكن دابا مبقى ما يتقال، خصنا نساندوا هذا المنتخب لان بقات شهر الحدث الافريقي الكبير، وما يمكنش اننا نبقاو ندويو غير في السلبيات. اكيد اليوم شفنا بعض الاصابات اللي تسجلوا بكيفيات مختلفه. شفنا الهدف الاول ديال اللاعب، واخا سجل ضد مرماه ولكن كان عامل كبير. كانت عرضيه من السيباري تمكن من العينوي انه يضرب الكره وكمل المدافع. جا الهدف الثاني بكيفيه مزيانه من السيباري بعد عرضيه ديال المزراوي. كذلك الهدف الثالث ديال فريق وطني جا من بعد ما تحصل سفيان رحيمي، وكنعرفوا التحرميه ديال سفيان رحيمي في هذا الجانب، كتحصل على ركلات جزاء واحد الطريقه خاصه به. من بعد جا هدف الخنوس بالسديده. شفنا اليوم منتخب اللي ربما الانتقادات الكبيره اللي توجهت للوليد الركراكي فاعطت الاكل ديالها، والمنتخب دخل باش انه يسجل اكبر عدد من الاهداف وما يكتفيش غير بهدف وما يلقاش الحلول. فاليوم شفنا كاينين حلول، كاينين تنويع في اللاعب. عطى بزاف ديال اللاعبين عطاهم الفرصات. شفنا اليوم الدخول ديال بعض اللاعبين اللي تنادى عليهم مؤخرا. صراحه الاخوان كنظن بانه جا الوقت فاش ان اللاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي والوليد الكراكي يحسوا بان الجمهور معاهم. لانه ما يمكنش ان الانسان يبقى يدوي غير على السلبيات. فاحنا كمتتبعين رياضيين او كصحفيين او كاعلاميين فكنقوموا بالدور ديالنا. ملي شي حاجه خصها تنتقد كتنتقد، ولكن ملي كتكون شي حاجه ايجابيه فما كنبخلوش بالدعم ديالنا وبالتنويه على الاشياء الايجابيه. فالايجابي الان هو ان المنتخب ديال الوطن المغربي ولا واحد المنتخب اللي كيبحث على الفوز منذ اول دقيقه. ما بقاتش هذيك ربع ساعه ديال جس النابض ولا كيف ما كنقولوا نشوف الخصم كيفاش كيلعب. فالمنتخب الوطني المغربي مع الدقيقه الاولى كيدخل في اطوار اللاعب، كيدخل كيهجم، كيحاول يسجل في اول ربع ساعه. وهذا الشيء اللي شفناه في اغلبيه اللقاءات. صحيح كنعاودها، الخصوم ما كانوش بالمستوى اللي يمكن اننا نتلاقاو بهم في كاس افريقيا، ولكن على اي الخطوط او الانسجام ديال اللاعبين بعضهم البعض. كاين بعض اللاعبين اللي باقي ما عرقوش القميص كما خصو يتعرق كما كنقولوا كابراهيم دياز، ولكن فما تيكونش ابراهيم دياز تيكونوا لاعبين اخرين. على الاقل شفنا اليوم واحد المنتخب اللي يمكن انه في دور المجموعات بعدا يخرج بالعلامه الكامله، يفوز 3 لقاءات على جوج القمر ومالي وزامبيا. كنظن بان هذه المنتخبات ما يمكنش يوقفوا المنتخب الوطني المغربي. وبعد ذلك فلقاء بلقاء نشوفوا دور الثمن شكون غيكون فيه، دور الربع النصف والنهائي، ولما لا ان شاء الله الفوز في جميع اللقاءات والتتويج بهذا الكاس اللي غابت على ارض الوطن لمده 50 سنه. الى هذا اخوان كنظن بانني قلت شنو خصو يتقال، لاننا كيف ما قلنا فبركه من السلبيات نشوفوا الايجابيات، نشوفوا مكامن القوه ديال المنتخب المغربي. لان شفنا مكامن الضعف بزاف نبهنا لهم. ربما جا الوقت في اننا نحبسوا هذا الشيء. على اي فالمنتخب الوطني المغربي جرى اخر لقاء ديالو 18 فوز متتالي، تحسب لوليد الركراكي، تحسب للاعبين. الجماهير اللي حضرات ملعب طنجة الكبير شافت اليوم اداء مغاير على اداء اللقاء الماضي. الى كاس افريقيا المقبل كل الدعم للمنتخب الوطني المغربي. ان شاء الله اللقب يبقى في ارض الوطن وفي ارض المملكه المغربيه العزيزه. تضربوا لكم موعد ان شاء الله فيديوهات اخرين، شي احداث اللي غادي يكونوا ضروري خصنا نديروا لهم فيديوهات
واكبر حدث ربما غدا هو جائزة الكرة الذهبية الافريقية، واللي ربما حكيمي فهو حسمها.